أنا اسمي هبة، عندي دلوقتي 25 سنة، عايشة مع والدتي في البيت لأني والدي متوفي، وأنا اتخطبت مرة قبل كده وما حصلش نصيب. اتخطبت سنة تقريبا، وبعد السنة دي معرفتش أحبه أو أحس إن هو الراجل اللي أنا هكمل معاه حياتي، فما كملتش الخطوبة وفضلت زي ما أنا عايشة مع والدتي. والدتي بتهتم بنفسها جدا، ما يبانش عليها السن. والدي متوفي بقاله 5 سنين، ووالدتي طبعا ما كانتش بتشتغل. ظروفنا المادية كويسة، ما كانتش وحشة. كنا عايشين حياة إلى حد ما كويسة. كل فترة بلاقيها بتنزل تجيب لبس جديد وبتهتم بنفسها كتير، وكانت دايما بتروح للكوافير. طبعا أنا كنت بعمل كده بالظبط وبهتم بنفسي، لأن احنا طبعنا كده أصلا بنحب نهتم بنفسنا. وأنا طالعة زيها بالظبط في كل حاجة، حتى في الشكل. المهم بعد وفاة والدي ابتديت ألاقي إن والدتي بتهتم بنفسها أكتر، وبتنزل زي ما قلتلكم كده تجيب لبس كتير، يمكن في أوقات أصلا عادية، مش عيد ولا حاجة، ما يكونش فيه أي مناسبة. بتهتم بالبيت أكتر، بتعمل أكل كويس كل يوم. أكيد الحاجات دي كلها ممكن في جزء كبير منها متعودين عليها أصلا من أيام والدي الله يرحمه. ولكن لما توفى ابتديت ألاحظ إن في حاجات بقت بزيادة عن اللزوم، زي مثلا كل أسبوع بتروح مرة أو مرتين للكوافير. ما كنتش عارفة بصراحة إيه سبب التغيير ده، بس الطبيعي أو اللي هيجي في تفكير أي حد إن هي ممكن تكون عاوزة تتجوز. وأنا الحقيقة ما كانش عندي أي مشكلة خالص، بالعكس، لأني أنا كنت عارفة إنها صغيرة، وكمان ما كانتش مبسوطة مع والدي. وكمان كانت بتحكي لي من زمان إنها بتحب شخص معين، بس النصيب ما جمعهمش مع بعض، والشخص ده مسافر بره. طبعا كان لوالدتي أخ شغال مهندس، هو ووالدتي توأم، بس ما كانوش شبه بعض. كان بيشتغل مهندس وكان رافض إن هو يتجوز، أو ما حصلش نصيب إن هو يتجوز قبل كده. كان من سن والدتي بالظبط زي ما قلتلكم كده، لأن هم كانوا توأم. لما رجع من السفر ابتدى يجي كتير عندنا البيت، وأنا بصراحة في البداية كده ما كنتش عرفته، أو كنت شفته أكتر من مرتين تلاتة، أو شفت صور ليه أصلا. لكن طول الفترة دي أو طول الفترة بتاعت زواج والدي ووالدي كان خالي ده على طول مسافر. المهم بقى خالي بقاله سنة استقر هنا، وما بقاش يسافر زي ما قلتلكم. طبعا طول السنة دي كان بيجي زيارات لوالدتي، وكان بيطمن عليا وعليها وكده. ساعات كتير كان بيبات عندنا، واحنا عيلة مع بعض كده، هو خالي بقى مش حد غريب. كان هو ووالدته متعلقين قوي ببعض. حتى لما كان بيسافر كانت والدتي بتكلمه، كانوا بيتكلموا كتير قوي في التليفون، وهو كان بيكلمها وبيطمن عليها، وكان بيسألها عن أخبارنا وعن ظروفنا والكلام ده كله. بصراحة لما رجع وابتدى إن هو يفضل عندنا كده كتير ويقعد معانا كتير، أنا حبيته واتعلقت بيه جدا، لأني أنا ماليش إخوات، وكمان والدتي بتحبه جدا لأن هما ملهمش غير بعض. والدي متوفي، فهو يعتبر دلوقتي بقى هو المسؤول علينا إحنا الاتنين. المهم جاء اتقدم ليا عريس، وكان خالي موجود في الفترة دي، فعرض عليا الموضوع وقال لي إيه رأيك؟ أنا شايف إن هو مناسب وكده. طبعا حصل بعد الخطوبة الأولانية، لكن بعد ما قعدت مع العريس ده بصراحة ما كنتش مبسوطة ورفضت الشخص ده. فالمهم خالي قال لي براحتك، مفيش أي مشكلة خالص، أكيد أنا مش هخليكي تتجوزي حد أنت مش بتحبيه، ولازم يكون في قصة حب، ولازم تكونوا بتحبوا بعض. وأنا زي ما قلتلكم كده اتعلقت بيه قوي، علشان هو كمان شخص مثقف، وكمان بيعرف بيتكلم كويس وذوق جدا، وكمان كان بيجيب لينا هدايا كتير أنا ووالدتي. في مرة والدتي بتتكلم معايا وبتقولي أنا عايزة أخد رأيك في حاجة كده، فقلت لها أكيد اتفضلي. قالت لي دلوقتي خالك من ساعة ما نزل من السفر ساكن إيجار وبيدفع إيجار كتير وكده. إيه رأيك نكلمه يجي يعيش معانا وهو يبقى في وسطنا، ونبقى مطمنين على بعض، بدل ما هو بيدفع إيجار كتير في الشقة اللي هو فيها، وكمان مش حلوة وبعيدة عننا. فبصراحة قلت لماما أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، بالعكس أنا بحبه، وياريت يجي يقعد معانا علشان خاطر هو يبقى معانا راجل في البيت ويخلي باله مننا والكلام ده كله. فقالت لي أنتِ موافقة؟ قلت لها طبعا. فقالت لي خلاص أنا هتكلم معاه وهشوف هو هيقول لي إيه. المهم تاني يوم لقيتها بتقول لي أنا كلمت خالك وهو وافق. المهم قلت لها طيب كويس جدا وفعلا خالي جه عايش معانا في البيت، وإحنا كنا مبسوطين جدا.
وخالي ده كان بيحب يخرج كتير وبيحب يتفسح كتير، يعني يمكن أكتر من 5 مرات في الأسبوع أو 4 مرات نخرج مع بعض ونروح سينما ونتفسح ونسهر ونسافر ونروح مصيف وحاجات زي كده. فبصراحة كانت الحياة جميلة جدا، خصوصا علشان يعني كان والدي الله يرحمه كان صعب جدا في التعامل وما كانش بيحب الخروجات والفسح والكلام ده كله، فكان قافل علينا شوية. لكن خالي عكسه تماما، بيحب يتفسح ويخرج ويصرف، وبصراحة ما كانش يعني مخلينا محتاجين أي حاجة في الفترة دي. ما كانش بيشتغل، يعني كان لسه بيفكر في مشروع إن هو يفتحه هنا في البلد، علشان يعني الفلوس اللي معاه ما تتصرفش وكده. في الفترة دي كان قاعد في البيت معانا، فلقيته في مرة يقترح عليا ويقول لي إيه رأيك إن إحنا ندور على شغل وتشتغلي، علشان ممكن يعني عريس يشوفك، حد يتقدم لك، يعني يحصل قصة حب بينك وبين أي شخص في الشغل. بصراحة كانت فكرة جميلة جدا، وأنا بصراحة يعني ما فكرتش فيها قبل كده، لأني أنا من زمان وأنا مش بشتغل، وكمان ظروفنا كانت كويسة. فقلت له بصراحة إن الفكرة دي عجبتني، بس أنا يعني معرفش حد ومعرفش أنزل أدور على شغل وكده. فقال لي ملكيش دعوة، أنا هكلم حد من أصحابي يشوف لك شغل وكده. فقلت له يا ريت. والدتي ساعتها كانت فرحانة جدا بالفكرة، وبصراحة هي ممكن يعني أول مرة أشوفها تكون فرحانة بالطريقة دي. قالت لي أخيراً هتشتغلي علشان يعني نفسيتك تبقى أحسن، لأني أنا معظم الوقت كنت بكون زعلانة، علشان يعني أصحابي اللي من سني كلهم اتجوزوا وكمان خلفوا كده، وأنا لسه يعني ما حصلش نصيب. المهم اتفقنا على كل حاجة، وفعلاً مفيش أسبوع ولقيت خالي بيكلمني بيقولي أنا جبتلك شغل في مكتب محامية، يعني مكتب كبير جداً، هتشتغلي معاه وإنك هتساعديه وكده، يعني المواعيد كويسة والمرتب كويس. فرحت جدا وفعلا بدأت أشتغل مع المحامية دي، وكانت يعني أستاذة شاطرة جدا، وكمان بتعاملني كويس قوي، والمواعيد بتاعة الشغل كويسة جدا. كنت بخرج من البيت الساعة 10 الصبح وبرجع الساعة 4 أو 5 المغرب، فالمواعيد كانت كويسة. المهم بعد شهر من شغلي مع المحامية دي، لقيتها في يوم بتقولي إن بكرة أجازة، علشان خاطر إن هي مسافرة، وكمان النهاردة يبقى شغلي نص يوم وأروح بدري على الساعة 2. قلت لها تمام ومفيش مشكلة. المهم في اليوم ده خلصنا بدري كده وروحت على البيت، فأنا طبعا معايا مفتاح البيت، وفتحت الباب ودخلت الشقة. ما لقيتش حد في الصالة خالص، ولا والدتي ولا خالي. فقلت ساعتها أدخل المطبخ أشوف أي حاجة كده أكلها. عديت من جنب الأوضة بتاعة والدتي ولقيت النور منور. بصراحة كان الباب مفتوح شوية كده، فلما بصيت اتفاجئت طبعا من اللي أنا شفته. يعني كان خالي مع والدتي. طبعا انتوا فاهمين، يعني مش محتاجة ان انا اوضح اكتر من كده، كأنهم متجوزين. طبعا انا ما كنتش مصدقة اللي انا شايفاه، اللي بيحصل يعني. لكن معرفتش اعمل اي حاجة في الوقت ده، غير ان انا رحت داخلة الأوضة وقلت لهم في ايه بالظبط وايه اللي بيحصل. فلقيتهم هما الاتنين ان هما مش مصدقين، فقالوا لي ساعتها طيب استني احنا هنفهمك كل حاجة. بصراحة واحنا بنتكلم كده ابتديت احس ان انا مش متضايقة، يعني مش زعلانة، بالعكس أنا فرحانة جدا، خصوصا لما يعني عرفت إن والدتي فرحانة. فقلت لهم خلاص أنا كأني ما شفتش أي حاجة، بس طبعا الوضع ده ما ينفعش، وانتي جبتي خالي هنا علشان يعني يحصل الكلام ده. قالت لي لأ ومش لأ، وإحنا لازم نعيش مع راجل. قالت لي بس يعني انتي عارفة إن أنا ما كنتش مبسوطة مع أبوكي، وأنا بحب أخويا جدا، ويعني انتي فاهمة بقى. قلت لها بس يا ماما يعني اللي انتي بتعمليه ده غلط وحرام، وأكيد ربنا هيكون غضبان علينا. فأنا ما بقيتش عارف أعمل إيه الصراحة. نمت وأنا الدموع على خدي مش عارف أتصرف إزاي. وطبعا تاني يوم أخدت عجازة، وفضلت قاعدة في أوضتي ما خرجتش منها، ومش قادرة أبص في وش أمي ولا أبص في وش خالي. خالي قعد يخبط عليا الباب وقال لي ممكن نتكلم شوية. قلت له معلش يا خالي أنا عايزة أنام. قال لي خلاص براحتك. وشوية ما سمعتش الصوت خالص. فتحت الباب وخرجت علشان طبعا أشوفهم فين، لأني ما بقيتش سامعة صوتهم خالص. فلقيت باب النوم مقفول، فعرفت ساعتها إن الموضوع اتكرر تاني. فقلت لأ، أنا لازم آخد حل اللي أنا فيه ده. فساعتها قلت محدش هيصدقني لو أنا اتكلمت، أنا لازم أخطط وأعمل خطة كويسة علشان أي حد أحكيله هو يصدقني. نزلت من غير ما حد يحس بيا، فضلت ماشية في الشارع أفكر أعمل إيه، لحد لما جات لي فكرة كده في دماغي إن أنا عايزة أعملها، وهي إني عايزة أحط تليفون وأصورهم في الوضع اللي هم فيه ده، علشان طبعا الوضع ده ما كانش عاجبني.
بس أنا كنت بحب خالي جدا يعني. عوضني طبعا عن حنان بابا اللي ما كنتش شايفاه. خرجني وفسحني وكان بيسفرني هنا ويودينا هنا، وكان بيعزمني في مطاعم كتير. بس برضو ده ما ينفعش، اللي بيعمله ده غلط. رحت لواحدة صاحبتي وقلت لها إنها تسلفني فلوس. فساعتها أنا طبعا كنت الدنيا سودة في عيني، ما كنتش عارفة أعمل إيه. وفعلا جابت لي فلوس، رحت واشتريت تليفون ودخلت كده وعملت نفسي إن أنا داخلة مفيش أي حاجة حصلت. وقعدت أخطط إن أنا أخش أوضة النوم بتاعة ماما وأشغل التليفون وأسيبه، لأني أنا طبعا بقيت عارفة بقى مواعيدهم إيه وعارفة بيعملوا إمتى والكلام ده كله. وفي يوم نزل خالي قال رايح مشوار، وماما قالت إنها نازلة السوق، والشقة بقت فاضية عليا مفيش حد خالص. دخلت وحطيت التليفون كده في وضع إن هو يصور لي كل حاجة، وفعلا حصل اللي أنا كنت عايزاه. عملت نفسي كده إن أنا داخلة أوضة النوم بتاعة ماما بعد ما حصل كده، وقلت لها يا ماما معلش هاخد حاجة من دولابك، هطلع بس كده بيجامة من عندك علشان إيه البيجامات عندي كلها مش نظيفة. عملت حجة يعني علشان خاطر أعرف أخش أوضتها وهي قاعدة. دخلت وأخدت التليفون بسرعة وخرجت بيه. نزلت فتحت الفيديو. طبعا أنا ما قدرتش أتفرج على أي حاجة. جريت على أول اسم شرطة وعملت بلاغ في أمي وفي خالي، وبلغت عنهم هما الاتنين. وطبعا كان معايا الإثبات اللي يثبت كلامي. ودلوقتي أمي وخالي محبوسين مستنيين الحكم. فأنا دلوقتي بكلم نفسي، هل اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ يعني اللي أنا عملته في أمي ده وعملته في خالي ده صح ولا غلط؟ أرجوكوا قولولي، لأن ضميري بيعذبني، وفي نفس الوقت مرتاحة، لأن طبعا ما تحملش غضب ربنا عليا. فياريت ساعدوني، عرفوني اللي أنا عملته ده صح ولا غلط.